السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ عندنا بقى صدر فرخة كده، تعالوا مع بعض كده هنعمل صدر فرخة مع بعض. بايه؟ احلى اكلة واسهل اكلة ومش مكلفة خالص. تعالوا يا حبايبي تعالوا. بصوا، انا معايا صدر الفرخة قطعته مكعبات كده صغيرة. وغسلته بقى حلو، حطيته عصرت عليه ليمون وايه وخرطت بصلايه واحط لها معلقه سمنه، وهشوح البصلايه حاجه بسيطه، مش تشويح يعني قوي، تقلبتين بس كده. وجبت صدر الفرخه بعد طبعا ما غسلته وعصر عليه ليمون، رحت جايباه ومقلباه في قلب البصل. هو صدر كبير، يعني صدر فرخه كبير. ماشي. انا معايا دلوقتي ايه؟ معايا خضار. احنا هنعمل بقى مكعبات فراخ بالخضار. بصراحة معايا انا بسلة. البسلة دي كانت متفرزة عندي، ومعايا الجزر، ومعايا فلفل، معايا بطاطس. بصي اي خضار عندك عايزة تحطيه فيه حطيه. هو يعني ايه، هو طاجن بس هو شبه التورلي. ماشي. انا اقلب الجزر شوية بس تقلبتين كده، لان الجزر يعني بياخد وقت شوية، لو انه يعني بيستوي برضو تبع البسلة على فكرة، بس عشان البسلة متفرزة فمش هتاخد وقت. هخلي البسلة اخر حاجة. بصوا تعالوا بقى، انا مخرطة الخضار كله. معايا طماطم، ومعايا بطاطس، ومعايا كوسة. هحط كل ده في ايه، ومعايا فلفل اخضر. كل المكونات دي كلها هحطها على الفرخ، صدر الفرخة، وعلى الايه، وعلى الجزر، وعلى البصل. انا قلبته بقى حبة، همت الجزر هو ده اللي بياخد وقت شوية. وهاخد كل ده بقى واسقطه على بعضه، واديله تشويحة شوية صغيرة. بصوا بقى، حطيت كله حتى الفلفل حطيته راخر. واقلب بقى، والبسلة فوق الايه الوش. هي البسلة اصلا ايه، متفرزة متستحملش. بصوا بقى، هقلب بقى كده شوية معاكم. واجيب بقى ايه، عايزة احط لها، هشيل الحاجة الاول. عايزة اجيب بقى دلوقتي مكعب مرق الدجاج، حطيتها لها. وحطيت قرن فلفل كده. الفلفل ده سبايسي، يحرق شوية. حطيت ملح وايه، وحطيت فلفل اسود، ملح وفلفل اسود وحبة بهارات من اللي عندك وخلاص. البهارات بقى ان كان فيها كمون، فيها كل البهارات دي 7 بهارات، بتبقى جميلة جدا. وفيها جوز الطيب وفيها حبهان. المهم انا هقلب الحاجات دي شوية واغطيها وايه، ولما تخش في السوا هرجع لكم تاني. انا معايا بقى عجينة، عينها في كانت فايضة عندي، وعينتها في التلاج في الفريزر، في قلب الفريزر. طلعتها فكت. ومعايا الطاجن ده، معايا 2 طاجن، ان جم في الاتنين ماشي، جم في واحد بس ماشي. فردت العجينة بعد ما انا ما طفيت بقى على الحاجة وايه، وحطيتها في الطاجن. هما هيجي طاجن واحد. بصراحة جميلة واكلة سهلة ومش مكلفة. والله لو عندك حتى بواقي لحمة اعملي بيها. اهم انا فضيتهم في طاجن واحد كده. اشيل ده بقى، ده عينه اهو، شايفين؟ هاخد بقى العجينة، انا فرداها، اغطيه بس كده وهفرد العجينة. انا كنت عجناها وركناها من قبل كده. هي كانت حتة عجينة فايضة عندي كده، قومت رغيفين. بس انا بقى ايه، هاخد منها اعمل رغيف واحد، هفرده واحطه على الطاجن. ماشي. معايا بقى ايه، فردته وحطيته على الطاجن. معايا صفار بيضة، ما شاء الله. خليت سمك الرغيف يعني ايه، تخين بس مش قوي. شايفين اللحمة دي المكعبات
الفراخ ومكعبات البطاطس والكوسة. ما شاء الله بصراحة والله كان طعمه جميل. بصوا بقى، ادي اللي الطاجن اهو ماشي، حطيته. ومعايا بقى ايه، انا مش مخرماه ولا حاجة، انا عايزاه يقب كده، يبقى زي الرغيف. معايا البضاية وحطيت عليها ايه حبة زيت صغيرة وفلفل اسود بسيط، ورحت لك مقلبها حطها ايه دهنة وش الطاجن. وهاخده واحطه في الفرن. ورشيت على وشه عايزة ترشي سمسم، عايزة حبة البركة اللي انت عايزاها. بس ايه هو بيقعدش حاجة، مقدار ما الرغيف يحمر بتطلعيه كل حاجة مستوية. وجميل والله وطعمه حلو بصراحة، على حبة رز كده، يا اما تكليب عيش اللقمة في بقك والمعلقة وراها. جميل جدا بصراحة، يتاكل من غير رز ومن غير اي شيء. اهو معاكم بقى لايك يا جماعة كده وشير، كل ما اشتركش في القناة يشترك. شايفين حلاوته وجماله اهو، جميل والله. والعيش كان طعمه جميل واتاكل بصراحة. يلا لايك وشير بقى ان شاء الله كده، اشتركوا يا جماعة في القناة، خلينا نعلى بيكم. ايه يا جماعة في ايه، الدنيا واقفة خالص. ربنا معاكم يا رب ومعانا جميعا. وان شاء الله نتقابل على خير بأمر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.